يا رب اللي هيتحكم فيا يبقى طيب. ايه ده؟ ابراهيم ازاي؟ ده انا وهو بنكره بعض. ايه يا حلوين، انا هتحكم فيكو. ايه ده؟ ابراهيم عامل ايه يا ابراهيم؟ احنا طبعا بنحب بعض، احنا عمرنا ما بنكره بعض. المدرسه دي اصلا كلها اشاعات، اوعى تصدقها. خلصت الرغي، يلا بقى عشان اتحكم فيكو. ايه ده؟ ولا فرق معاك؟ طيب يا ابراهيم، هتتحكم فينا ايه بقى؟ انت قلبك طيب انا عارف. السؤال ده صعب قوي، انا مش هعرف احله. قطعوا ورق الامتحان. شفتوا يا جماعه؟ مش قلت لكم ابراهيم قلبه طيب؟ يلا. شكرا يا ابراهيم، شكرا بجد. مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت خليتنا نقطع الامتحان. ايه ده؟ ايه الهبل دوت؟ انا عمري ما هقطع الورق. ده دحيح الدفعه ده. ما انا خدت بالي، شكله عايز يموت. يعني المفروض ذكائك، يعني هتموت يعني ولا يعني امتحان؟ لا، حياته مأساوية قوي، كان عايز ياخد الدرجة النهائية. انا دلوقتي بقى عايزكم تنطوا 100 نطه. ليه يا ابراهيم؟ ده انا كنت لسه بقول عليك قلبك طيب. معلش بقى يا حبيبي، قلبي بقى شرير. لا، ده انا كنت بقول ان احنا محتاجين نعمل رياضة علشان العقل السليم في الجسم السليم، فاحنا لازم بقى نجري بقى. هو انت ما عندكش دم؟ بتضحك على لا ايه؟ ما بضحكش. يلا اهو، 1 2 100. كفاية بقى يا ابراهيم عذاب. عندك حق. 100 ايه؟ 100 دي كانت تسخين. يلا بقى بينا ندخل على الجد، انا دلوقتي عايزكم تنطوا 1000 نط. ابراهيم، احنا صحتنا بقت على القد يعني. ايوه احنا شباب سن بس صحة لا. وانت فرحان بنفسك وانت بتقول الكلمه دي؟ لا، فخور قوي انت. ايه ده؟ اللي هيتحكم فينا اتغير. باي باي بقى يا ابراهيم. معلش بقى يا ابراهيم، حظا اوفر. ايه ده؟ انا سمعت ان انا اللي هتحكم فيكم. ده احنا كنا عايزينك دلوقتي. تعالوا يلا بقى، انت عايزنا نعمل ايه؟ انا هنتقم منكم واحد واحد بسبب ان انتوا موتوا اخويا اللي كان عايز يجيب الدرجه النهائيه. يا حلاوة. طب اخوك هو اللي كان دحيح قوي بالزيادة. على الاقل ما كانش فاشل زيكم يا فشله. ايه ده؟ احنا بنتعين. خلاص بقى يا مصطفى بقى، خلاص. عايز مننا ايه بقى؟ مفاجاه. لا، ما هو انا مش بحب المفاجآت، انا مش بحبها. انا بقى هخليك تحبها. اكيد يا مصطفى، انت هتتحكم فينا كويس عشان انت قلبك طيب، انما ابراهيم ما كانش قلبه طيب. المفاجاه بقى من المفاجآت ان انا قلبي اشرر من ابراهيم. بصوا بقى يا حلوين، كل واحد يلمس السقف. طب سهل. هنفضل كده لحد امتى؟ 4 ساعات بس. 4 ساعات؟ 4 ساعات ايه يا مصطفى؟ انت بتهزر؟ المشكله بقى ان انت من عندك ان انت شايفني بهزر، انما انا ما بهزرش. انت بجد قلبك طيب جدا. انا مش عارفه اطول ايه السقف. ده؟ ابراهيم مش عارف يطول السقف. معلش بقى، هو قصير. ايه ده؟ ثواني، معنى كده ان هو هيموت. بالظبط. لا انا ايدي وجعتني قوي يا مصطفى. ما ده المطلوب يا حبيبي. على فكره يا مصطفى، اللي انت بتعمله ده مش كويس. حد قالك تتدخل في شغلي؟ بس طب ارسمه على وش حسن. ايه ده؟ معنى كده ان هم هيرسموا على وشي؟ حسن تعال. انا وشي مش لوحه. تعالى بس مش هتحس بحاجة. لا، محدش هيرسم في وشي. ابعدوا عني، انا وشي مش لوحه. سيبوني بقى. انت بتعمل ايه؟ خليك عندك. ايه اللي انت عملته في وشي ده؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ماشي كده يا مصطفى، ماشي. انا بقى لما يجي الدور عليا واتحكم فيك، ما تزعلوش. ايه ده؟ اللي هيتحكم فينا يتغير. ايه رأيك بقى يا مصطفى؟ اللي هيتحكم فيكم انا اللي هتحكم فيكم. شوفوا بقى اللي هيحصل لكم. ده انا ولا انتوا عينيكوا زغللت؟ ده انتوا هتشوفوا حاجات عمركم ما شفتوها في حياتكم. ماشي، كل واحد يضرب مصطفى على وشه بالقلم عشان انا طيب. كل واحد هيديله 5 على وشه، زي 5 مواهق كده. يلا انتوا مستنيين ايه يا جماعه؟ هتتقتلوا. انا اسف يا مصطفى على اللي انا هعمله ده. وانا كمان اسفة يا مصطفى. لا، صوت الاقلام مزيكا. تاني طلب بقى، هتاكلوا سندوتشات مليانه زبده.
يا انا ما بحبش الزبدة. هي اللي ما كانتش زبده، اعمل لها ايه بقى؟ الجو ربيع والدنيا بديعة. ايه ده، الله الريحة تحفة. ايه ده، اتعوزت النهاردة؟ اقدر اختار اسمي؟ يعني انا هعرف اختار اسمي؟ ايه ده، انا قلتها مرتين بس المهم ان انا هعرف اختار اسمي. ايه ده، مصطفى؟ اكيد يعني مش هختار مصطفى، انا عايز كده حاجة غريبة جديدة كده. مش هختار مصطفى، رفض. طب وبعدين انا فجرة هنفجر خلاص. انا بقالي اسبوعين قاعد مستني الاسم يحمل. حسن الاسم بتاعك ظهر لك ولا لسه؟ لا لسه. طب ماشي، ربنا معاك. مش ده برضو اسم اخويا اللي مات من 10 سنين؟ حسن. ايه يا ماما، انت ندهتيني؟ ايوه انا ندهتك، امال هنده مين؟ انت جالك اسم؟ اه جالي اسم. طب وايه الاسم اللي جالك؟ ايه، قولي كده تاني. ايه الاسم اللي جالك؟ جالي اسم اخويا الصغير اللي مات من 10 سنين. طب انت هترفض الاسم اللي جالك ده دلوقتي، انت فاهم؟ فضل يا ماما. كده ومن غير كلام كتير، يلا حاضر. اخلص. اهو. حسن. ايه ده، مصطفى؟ ايه ده، لا ثواني، انت اسمك الجديد ايه؟ اسمك جديد رفعت. اسمك الجديد رفعت؟ هو انت اصلا طلع لك اسم ايه؟ لا، انا اسمي لسه بيحمل. ايه ده، تاني؟ المفروض يجيب لي اسم مختلف مش نفس الاسم. في ايه يا حسن؟ أنا مش فاهم حاجة. استنى يا ابني، في حد بيتصل بيا. ايه ده، مين ده؟ الو ماما، انت بتعملي ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا كنت جاي اقابل حد. طب طالما جيت تعالى بقى، عشان عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا. عايزه تقولي لي ايه؟ انت عارف اخوك الصغير اللي مات من 10 سنين مات ازاي؟ ايوه ماما، انا عارف كل ده. انا عارف اخويا الصغير اللي مات من 10 سنين، عارف ان هو مات بسبب حادثه عربيه. بس مش دي الحقيقه، الحقيقه انت ما تعرفهاش. امال ماتت ازاي؟ انت اللي موتته وانتوا صغيرين وانتوا بتلعبوا مع بعض، وقعته فمات. انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. ايوه انت كنت صغير فاكيد مش هتفتكر حاجه زي كده. مش فاكر ازاي؟ هو انا هبقى اهبل يعني للدرجه دي؟ انا عارف يا حبيبي ان صعب عليك تتقبل الموضوع ده، بس هي دي الحقيقه. امال انت ضحكتي عليا ليه؟ وليه كلكم ضحكتوا عليا؟ انا اسفه يا حبيبي، كلنا اسفين. انا بجد مش مصدقه انا عملت حاجه زي كده ازاي. مين تاني؟ كل شويه تتصل بيا وانا مش عارفه انت مين. عايز مني ايه بقى؟ حسن. بابا، عامل ايه؟ انا كويس. هو انا بقى عايزه اعرف اخويا الصغير مات ازاي. يعني انا من وانا صغير عارف ان انا اخويا الصغير مات في حادثه عربيه، وبعد كده ماما جت قالت لي ان انت اللي موته، وبعدين انت قلت لي ان انت هتقولي الحقيقه بقى. بص يا حسن، يعني اخوك كان لعنة على العيلة. لعنه ازاي يعني؟ يعني كنا عايشين في عذاب بسببه، فرحت قتله. يعني انت اللي موته؟ وهموتك انت كمان. حسن، ماما. انت كويس؟ ايوه انا كويس. انا اسفه يا حبيبي ان انا قلت لك ان انت اللي موت اخوك. طب ليه ما قلتليش ان هو اللي قتله؟ علشان كنت خايفه اقول لك الحقيقه هتتصدم في باباك.